كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا تمام وتكون كل أموركن على العال. هذا يا سادة يا أفاضل الجماعة عنا حبوا يعملوا برنامج هواة مثل برنامج The Voice، فمشان ما يقلدوا البرنامج راحوا غيروا الاسم كليا، غيروه تماما من جذوره وسموه برنامج أصوات، وحتى اللوجو كمان عملوه مختلف، يعني بدل ما يكون اللوجو مايكروفون سووا سماعات أو هيدفون. كون البرنامج على مستوى الوطن والفريد من نوعه والأول من نوعه وحيقدم لنا نخبة النجوم، فخلينا نتعرف مع بعض على هاللجنة هي ونشوف اختصاص كل واحد منهم ونشوف علاقته بالفن وعلاقته بالموسيقى حصرا. تفضل. الدكتور ماهر الخولي إعلامي وشاعر وأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية. شو هالنظرة يا دكتور؟ شو هالنظرة هي؟ دبحتنا يا رجل، إن شاء الله ريتك لا تبلى ولا تخ. ميادة بسيليس مطربة وصاحبة رصيد فني كبير. حسام تحسين بيك الفنان والممثل الغني عن التعريف. الغني عن التعريف، والله برافو عليكم، والله متعبين حالكم. الغني عن التعريف، ولك هي مقدمة بروفيشنال لبرنامج ولأعضاء وللجنة، هيك بتقدموا للزلمة الغني عن التعريف. اعملوا حلقة بحث، دوروا عليه على الجوجل، قدامكم الزلمة جيبوه وقولوا له تعال نسألك كم سؤال عن حياتك الشخصية، ولا خلص نحن شعب سوري فلهوي لحالنا بنعمل سكان للزلمة بنجيب السي في تبعه، واللي ما بيعرف بقى يروح يصطفل يدبر حاله، في عنده انترنت، عنده 100 قصة يجيب المعلومة لحاله. الغني عن التعريف، يا الله على هالمصطلح، مين كتبه هالمصطلح؟ حسام تحسين بيك الغني عن التعريف. تعالوا أنا بقولكم مين حسام تحسين بيك. حسام تحسين بيك ممثل وموسيقي ومطرب ومصمم رقصات سوري، ولد في العاصمة دمشق عام 1941، وجاءت انطلاقته الفنية من خلال فرقة أمية للفنون الشعبية والاستعراضية، والسيرة طويلة لسه عليه. هذا التقديم الاحترافي البروفيشنال بلا منقودية. كملوا تفضلوا. حسام الدين بريمو أستاذ في المعهد العالي للموسيقى. شو هالنظرة الدباحة يا أستاذ؟ شو هذا يا أستاذ؟ دبحتنا، دمرتنا، دوبتنا بأرضنا يا أستاذ، ارحمنا الله يرضى عليك. شو هاد؟ دبحتنا بهالتغماية تبعك. حسام الدين بريمو أستاذ في المعهد العالي للموسيقى. ايه كمان هيك على السريع خالصين، ولا بدنا نتعب حالنا ولا بدنا نكتب عنه أي شيء. يلا الشعب السوري غبي وما رح ينتبه على هالتفاصيل هي الصغيرة. طيب تعالوا لأعرفكم هذا الزلمة بالذات، تعالوا لأعرفكم عليه وأقول لكم شو بيشتغل وشو عمل بحياته. حسام الدين بريمو يا محترفين من مواليد دمشق عام 1962، إجازة في الموسيقى بدرجة امتياز، عازف أوبوا في الفرقة السيمفونية الوطنية، وكيل المعهد العالي للموسيقى بدمشق، مدرس في المعهد العالي للموسيقى بدمشق، مدرس في كلية التربية بدمشق، مدرس في كلية مار أفرام السيرياني للاهوت في معهد صيدنايا، مدرب وقائد جوقة كلية مار أفرام السيرياني، مؤسس وقائد ومدير جوقة قوس قزح، مؤسس وقائد ومدير جوقة ألوان، مؤسس وقائد ومدير جوقة ورد، ومؤلف موسيقي. في فرق بس يلا عادي احنا سوريين وبنعرف بعض، ليش نتعب حالنا؟ معلش يلا كملوا حقكم علي، انا بدقق كتير وهيك كتير، خلص كملوا. هذا بقى عداكم عن الطريقة يلي صوروا فيها الأعضاء، الطريقة هي العالية الاحترافية تبع يلا هيك هن وقاعدين على الطاولة. يلا أستاذ ممكن بس تطلع على الكاميرا تعطينا شوية هيك نظرات من حضرتك، وانت استاذ نظرة دباحة الله يخليك، هيك كم تغماية هيك للجمهور، وانت كمان شو بتطلع بايدك هيك تقولي باي للكاميرا مشان نعرف الجمهور عليكي. ايه وهيك ما في داعي تاخذوهم انتم على استديوهات تعملوا لهم جرافيك برومو شي تتقبلوا العين يليق بتاريخهم لهالجماعة. خلاص ما في داعي، الشعب السوري قلبه طيب اصلا ما بيحكي شي، يلا شو ما زتيت له بياخذ. كملوا شوفوا مذيعتنا شو عملت مشان تفرجيكم انها طويلة. شوفوا لي هالاستديو قاعة الاختبارات يلي بتفتح النفس بألوانها الزاهية.
اهلا وسهلا. كل شيء اسود، الحيطان سودا، الطاولة تبع الاعضاء عليها شرشف اسود، كل شيء مغم، كل شيء اسود. بس للأمانة عليها بوسترين تبع سماعة الرأس معلقين بدبابيس. يعني وين ثقافة الألوان يا أخي؟ ما علموكم شيء اسمه ثقافة الألوان وتأثير الألوان. بتحس حالك علي الحلال فايت تاخد بالخاطر وشوي تاني حتطب على قلبك وتموت. خلينا نشوف هلأ هذا الشاب يلي ما قبلوه. القريب منك بعيد والبعيد عنك قريب. حاسس النتيجة إيجابية؟ اجتهد. يعني أنت عم تفتح نتيجتك مانك خايف؟ نوعا ما. معك لجنة إيجابية؟ أيهم نتمنى لك حظ أوفر وإن شاء الله نشوفك بفرصة تانية بالموسم القادم، وأكيد مشوارك ما رح يخلص معنا هون. يعني فوق ما إنه الشاب ما نجح وما قبلوه والوضع جدا بيكون حزين على هالشاب هذا، مقلعينه وحاطين خلفية نجاة الصغيرة عم تمشي مع البرنامج، وأنت كمشاهد سوري حربوق لازم تعرف إنه ما نجح. يعني صحيح انت بيوصلك انه حاطين غنية ويلا ونفس الغنية اللي غناها وهو نجح، بس لا، انت كمشاهد سوري برجع بقول لك لازم ما توقع بهذا الفخ، لانه هذا فخ اخراجي محبوك لعند المفتي. شو رأيك بالفرق بين الموال الشامي والموال المصري على ندرته؟ يعني شو اللي بيميز الموال الشرق المتوسط سوريا لبنان العراق عن الموال المصري؟ لشو هذا السؤال يا أستاذي؟ ليش عم تسألوا هيك سؤال مفلسف؟ ولا نحن بالبلد بس نعمل هيك مسابقات بناخد النخبة بجميع الأصعدة، يعني ما بناخد غير النخبة الله وكيلكم، وما بنطلع ولا على أي اعتبار تاني، نخبة وبس. فرد مرة كنت تسأله يا أخي مثلا على المقامات الصينية ال 12 الويغورية وخالصين. لشو الفلسفة؟ شو عم تختاروا وزيرا للثقافة انتو؟ يعني بالله عليك استحلفك بالله، يعني الفنانة السورية العريقة الشهيرة صاحبة أغنية Just Listen From Me بتفهم بهالتفاصيل هي، بتعرف بهالفلسفة هي. خلصنا بقى، عيب والله عيب، خلاص ما في داعي هي لأسئلة النخبة. عنده موهبة وحبيتوا صوته خدوه، ما عنده اعتذروا منه. بلاها النخبة، أسئلة النخبة بلاها رجاءً. وهلأ يا حذركن شو هي الموسيقى التصويرية اللي استخدموها بالبرنامج. تفضل. بعدها حصل على بطاقة دخول للمرحلة الثانية، والبعض الآخر حصل على تمنيات اللجنة بحظ أوفر. طيروا فرقع يا بوشر، طيروا فرقع يا بوشر، إذا عينكن على هالغنية، لفيتوا الدنيا كلها ما لقيتوا غير هاي الغنية، طيروا فرقع يا بوشر، ببرنامج على مستوى الوطن. لمين البرنامج؟ أنا بدي أعرف. سبيستون؟ أنا بطلب المرة الجاية تحطوا لي موسيقى النمل الوردي هيك. شوفوا مذيعتنا هون الله يعز قدرها، عندها حركة إنه بس تحكي مع المتسابق وتخلص معه بتقلعه، تعمل له الحركة هيك بتقلعه. تفضل. ونورتينا ببرنامج أصوات، ونشوفك بالمرحلة الجاية. باي الله معك، باي. شكلي بصوته صوته حلو، بعدين هو متأثر شكله حلو، بده شوية فهو عم يغني شادي جميل، مداخلة كرر شادي جميل. هلا نحن اذا نشغل معه وانت قاعدة هون تشوفي مين حبيبي انسى شادي جميل. عفوا مدام رائدة، انت مع مين عم تحكي؟ شايفك عم تطلعي هيك للعدم. مع مين عم تحكي لحالك هيك؟ مصور جني، مخرج، معد، مع مين؟ انا بحياتي ما شفت هالحركة بالبرامج. يلا عادي نحن لازم ما ندقي، لانه اكيد في ظرف حاكمها لحتى تصرفت هيك. طبعا لانه اللجنة كل مين ايده إله، كل واحد عم بيحكي لحاله، او عاملين لحالهم جروب وما عم بيحكوا معه هيك، او بتحسوا كمان لما بدهم يحكوا مع المتسابق بيتسابقوا هن مين بده ينط ويحكي مع المتسابق ويقفشوا هيك. مو انه مثلا بالدور بيحكوا وبيتناقشوا كلهم مع بعض، لا، يلا هذا بيحكي لحاله وفلان بيحكي هيك ورا الكاميرا مع المصور ما بتعرف لمين، ويلا
شوفوا لي لجنة تحكيم أضخم برنامج على مستوى الوطن وبالمرحلة الثانية بشو عم يشربوا. تفضلوا. بالليالي تنتبه شوي على الإيقاع. ما كتير ظابط. أرخص طقم كاسات بتاريخ الثقافة السورية وتاريخ المواطن السوري المعتر. اشتروا لكم مقات من سوق الحميدية، اعملوا لكم مقات عليها لوجو البرنامج تبع السماعات. لك خلي الأعضاء تجيب من بيوتها، كل واحد يجيب المق تبعه وعليه صورته هو صغير. لازم هي الكاسات من البوفيه من عند أبو عبده. ليش الكحتنة؟ ليش؟ عيب. وصلت معكم هلا لفقرة المذيعة النمر، بحب أعرفكم عليها وأعطيكم فكرة عنها. هي متعددة المواهب واللهجات حسب السيتويشن والسيتواسيون، لهجات قد ما بقلكم. تفضلوا. وهيدا الوقت قريبا ببشركم بهيدي الخبرية الحلوة، ورح نروح بإذن الله على هيدا المعرض، بس بعد هيدا الفاصل وراجعين. هالقد عم تحكي؟ وين تعلمتي هالحكي؟ خبريني. بيك سجعك انت وصغيرة؟ يلا عادي، شبكون. بجوز كانت المخلوقة قبل بيوم ببيروت عم تعمل شوبينج وعقد ما لمحها لقطت الاكسنت ورجعت لنا فيها. شبنا كمان نحن. يلا كملي دوموزيل كملي. بعد هيدا الفوتو مونتاج طبعا مسلسل طوق البنات، وانه عنا فقرة المتصل الرابح بعد هيدا الفاصل. خلوا عينكم على سوريا دراما. اي قبرني دينك انت والهيدا تبعك، ولك بتربحي. شو بتربحي معنا؟ بتربحي معنا فروج بروسلي لابس نمر مثل حكايتك، او لك بتاخدي بطولة العالم وبتفوتي جينيس على قد ما استخدمتيه ولعنتي امه لهذا المصطلح، عفوا لهيدا المصطلح. لك عمي تعي لقلك، ليش هيك عم تعملي؟ ليش عم تستخدمي لغتهم؟ شو الفكرة؟ لوين عم تطمحي؟ شو طموحك يعني؟ عم حاكيكي انا، حطي عينك بعيني، لا تطلعي بالارض، جاوبيني. ليش هيك عم تعملي معنا؟ رحنا شو دخلنا؟ ولا تقولي لي انا طبيعتي هيك، انا هيك لهجتي. لا، خلينا نشوف. شوفي معنا كمان انت. تخص هذا المعرض وايضا ثقافي. وهاد كل اللي شفته ليكو ما شاء الله عليكي مثل الفريرة، اقتحمتي عالم الدراما وبتحكي مثلنا طلعتي. لشو هالميازة هي يا دوموزيل؟ لشو هالتصنع هي؟ لشو هيدا التصنع؟ لشو هالتصنع هيدا؟ مو هي. رفقاتي شكرا كتير لمتابعتكم، شكرا كتير لوقتكم. بتمنى تكون الحلقة عجبتكم ونالت رضاكم، وبتمنى ما يكون حدا تحسس وزعل منا كمان. بس برجع بذكركم بسؤال المسابقة تقدمت فروج بروسلي النمر. كم مرة مذيعتنا استخدمت مصطلح هيدا وهيدي وهولي وأخواتها؟ إذا في عندكم تعليق إيجابي بتمنى تكتبوا لي بكل سرور، لأنه هذا الشيء كتير بيعني لي. وهلأ بكل حب بودعكم وبقلكم باي.